السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل باقي الانترودكشن، يعني كان في شوية كده سيبناهم للفترة اللي زي دي يعني. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الكرونولوجي أو الدنتيشن أو الفترات بتاعة الدنتيشن عموما. الدنتيشن قلنا يعني في أسنان، فاحنا النهاردة هنبدأ نتكلم عن الكرونولوجي. طيب جنب الكرونولوجي احنا كان في جزء كده برضه سيبناه، هو بيتكلم عن حاجة اسمها human dentition. طيب الهيومن دنتيشن عندي بيطلق عليه داي فايو دنت. يعني ايه بس الكلام ده؟ يقول لك داي معناها اتنين، فايو دنت معناها تسنين. فهو عنده مرحلتين بيطلع فيهم اسنان، يعني اسنان اللي هي اللبنيه والاسنان الدايمه. فهو ده عنده اتنين، فبيسموهم مجموعتين من الاسنان، يعني تو ست. يعني تو ست يعني في مجموعتين من الاسنان بيطلعوا. طيب علشان نعرفهم اكيد في حاجه بتطلع قبل وفي حاجه بتطلع بعد. طيب اللي بيطلع قبل ده بنديله اسم، واللي بيطلع بعد ده بنديله اسم تاني. اللي بيطلع قبل ده بنديله اسم حاجه اسمها preceding. طيب واللي بيطلع بعد succeeding. يبقى تاني عشان توجوا مع بعض، احنا اتكلمنا عن ان هيومن دنتيشن عندي هي عبارة عن مجموعتين من الأسنان، مجموعة بنسميها لبنية ومجموعة تانية بنسميها الدايمة. طيب التو سيتس بتوعنا المجموعتين دول ليهم أسماء تانية، واحدة اسمها preceding، واحدة اسمها succeeding. طيب نبدأ نتعمق أكتر. أنت لو سمعت عن البريسيدنج عرفت إنهم اللي هما الأسنان السابقة دول اللي هما بتوع الأطفال، كم عددهم؟ والله ده هما عددهم 20. طيب إيه أسمائهم؟ يقول لك أول حاجة الاسم المشهور بتاعها اللي هو الاسم اللي إحنا عارفينه هو الديسيدوس. حلو. طيب إيه تاني؟ يقول لك الأسنان التمبري. تمبري معناها مؤقت. يقول لك طيب إيه تاني؟ أسنان الملك، أسنان اللبنية، ده الاسم المشهور بتاعنا إحنا. في حاجة تاني، أسنان الأطفال بيبي. بيبي. طيب كده احنا خلصنا دي، يعتبر خلصناها خلاص. احنا اتكلمنا قلنا خلاص ان احنا معانا تو سيتس للأسنان. في الهيومن دنتيشن عنده مجموعتين، واحدة سابقة فبنسمي preceding، واحدة succeeding. فالبريسيدنج دي عددهم 20 واسمائهم اسمها deciduous، اسمها temporary، اسمها milk، اسمها baby. طيب ما تيجي نشوف السكسيدنج دول. طيب يلا، عددهم 32، أسمائهم بنسميها permanent. permanent. طيب وفي حاجة تانية، قلنا هناك بيبي، هنا اسمها adult. adult. وايه تاني؟ هنا مش دي طالعة في الأول، مش يعني مش بريسيدنج طالعة في الأول، فبنسميها primary. فأكيد التانية دي هتكون اسمها ايه؟ secondary. صح؟ يبقى خلصت الموضوع. أنا عندي شوية، عندي مجموعتين لأسنان، مجموعة قبل ومجموعة بعد، فكده preceding succeeding. اللي قبل 20 عددهم وبيسموهم primary temporary deciduous milk baby. والsucceeding دول هو عددهم 32، بنسميهم secondary permanent و adult. طيب هنتكلم عن أنواعهم. يعني لكن في A و B C D، هي بعد الدي E. دول انواعهم. يعني لما نحب نتكلم عن الديسيدوس هتلاقي دايما احنا بنعبر بالحروف. طيب لا، انا عايز اتكلم عن البيرمنت. البيرمننت نوعين بقى. عارفين هنا احنا البريسيدنج، يعني لو انتوا فاكرين، يعني احنا بنشيل السنه دي بتوجع وبيجي مكانها 1، بعد كده السنه دي بتوجع وتيجي 2 3 4 5. دول بتوع مين؟ دول بتوع البيرمننت اللي من تحت دول. طيب عشان كده بنقسمهم لحاجتين. الحاجة الأولى أسنان بتيجي مكان الأسنان العادية بتاعتنا، وأسنان بتيجي ما كانش جاب لها أسنان. احنا اللي بيعوض الأسنان، مش احنا كان عندنا 5 اهم؟ أيوة دول 5، عوضوهم 5. طيب لا، أنا عدد البيرمننت عندي 8 أصلا، فبالتالي 6 7 8 دول مش بيجوا مكانهم أسنان، يعني هم جايين في مكان فاضي أصلا ما كانش جاب لهم فيه أسنان. فبالتالي احنا بنسمي الموضوع ده حاجة اسمه successors و non successors. اهي هنقسمهم كده، خلينا نقسمهم من الناحية دي. حلو كده. قسمهم
successors و non successors. طيب السكسسورز دول اللي هم جو جاب يعني كان في جاب لهم اسنان، مين اللي كان جاب لهم؟ كان جاب لهم يا باشا الاي والبي والسي والدي والاي. طيب هم مين؟ هم ال1 وال2 و3 و4 و5. دول مين؟ ال1 2 3 دول الانتيريور اللي هو ده اللي هم ده الابر سنترال وده اللاترال وده الكناين، ودول بقى البريمولر. البريمولر عوض المولرز اللي هنا. احنا لو هنا برضو عايزين نتكلم عنهم، اللي في الاطفال ايه الانواع الاسنان في الاطفال؟ قلنا والله في upper central، في lateral، في upper incisor او في الانسايزرز عموما central incisor ولاترال incisor. بعد كده بنتكلم عن السي اللي هو الكناين. بعد كده قلنا ان ما عندهمش بريمولر، ما عندهمش البي ام دي، عندهم مولرز على طول اللي هو المولر اللي بنسميه دي ومولر بنسميه ايه. طيب في الكبار ايه اللي حصل لما المولر ده اتشال؟ اللي دي وصل مكانه في الكبار بريمولر. بريمولر سميناه 4 اللي هو الفيرست بريمولر، و5 ده السكند بريمولر. طيب السكند بريمولر جه مكان السكند مولر بتاع الأطفال، فبالتالي أنا اللي عندي أسنان اسمهم سكسسورز، أسنان جات نتيجة إن كان في أسنان قبلها أو راحت وبدلت مع أسنان تاني، فدول سميناهم سكسسورز. يبقى السكسسورز دي اسنان بدلت. طيب النون سكسسورز لا، دول المولرز الجداد بقى اللي هم ال6 وال7 وال8، الفيرست والسكند والثيرد مولر. دول بقى مالهم؟ قال لك دول يا باشا الاسنان اللي ما كانش جايب لهم فيه حاجه اصلا. اهو لو تفتكروا هنا قلنا ان هنا خلصنا عند الخمسه ما كانش فيه اسنان اطفال، راح الفك كبر كده في المساحه بتاعته وبدا دول يطلعوا. تمام، دي الفكره بتاعتهم كده. احنا عندنا تو دنتيشن، تو سيتس، ديسيدوس وبيرمننت. الديسيدوس قسمناهم معانا اللي شويه اللي هم ديسيدوس وتمبل وميلك وبيبي، وقلنا عندهم السنترال واللاترال والكاناين وفيرست مولر وسكند مولر اللي هم الديسيدوس الدي والاي. بعد كده رحنا للبيرمننت وقسمنا وقلنا لهم 32 سنه. طيب ال 32 سنه دول اسمائهم بيرمننت وادلت. طيب انواعهم ايه؟ قال لي انواعهم والله في حاجات بتعوض الاسنان اللي هم الديسيدوس دول اللي سميناهم من 1 لحد 5، بيعوضوا من ايه لحد ايه. طيب انا لسه انا عندي 3 تاني هم عددهم 8 اصلا، عندي 6 و7 و8. دول مين بيطلعوا مكان مين؟ لا دول مالهمش حاجه بيطلعوا كانوا، عشان كده سميناهم نون سكسيسورز. يبقى النون سكسيسورز هم الستة وسبعة وثمانية. طيب السكسيسورز مين؟ اللي هم 1 2 3 4. يا ريت يا ريت يا ريت الجزء ده عشان بيجي عليه اسئله كتير. تمام كده كده احنا اتكلمنا عن اول جزء اللي هو الدنتيشن. دلوقتي هنتكلم عن البيريودز. يبقى انا عندي كده هفرق بين حاجتين دول. لما اجي اكلمك اقول لك عندك كام دنتيشن، كام مجموعه من الدنتيشن، هتقول لي 2. واحدة في البرايمري، واحدة في السكندري، واحدة في التمبري، واحدة في البيرمننت، واحدة في البيبي ميلك، واحدة في الادلت. تمام. طيب لما اقول لك عندك كام بيريد للاسنان، يعني ايه كام بيريد؟ يا باشا انا في فتره من العمر كده الطفل عندي بيبقى كل اسنانه ديسيدواس، وفي فتره من العمر كل اسنانه بتبقى بيرمننت، لكن في ميكس في النص، في خلاط في النص. الخلاط اللي في النص ده ميكس، عشان كده اتسمت ميكسد بيريود. يبقى تاني انا عايز افرق. انا في الاول اتكلمت عن الدنتيشن. الدنتيشن عندي 2، واحده ديسيدوس واحده بيرمننت، واحده ديسيدوس واحده ادلت وهكذا. طيب لا انا عندي البيريودز نفسها. قال لك في فتره من العمر الطفل بيكون عنده ديسيدوس بس، وفي فتره من العمر واحد ادلت كده بيكون عنده بيرمننت بس، وفي المرحله في النص دي اللي هي اللي هي بتاعه ابتدائي دي اللي بتكون عندك الاطفال دي ضايعين خالص فيهم. تمام لحد الان. تمام، عرفنا الفرق بين الدنتيشن والبيريودز بتاعتنا. طيب يلا بينا نكمل. انا اتفقت معاكم ان انا معايا كام بيريود؟ اتفقت معاكم ان معايا 3 بيريودز، اللي هو واحده فيها ديسيدوس خالص، واحده فيها بيرمننت خالص، وفي واحده ميكس خلاط في النص. الميكس دي سميناها ميكس دنتيشن، والبرايمري دنتيشن والسكندري دنتيشن دول بتوعنا. يبقى تاني تعال نكمل كده. احنا هنعمل واحد هنا ادي برايمري دنتيشن. برايمري ده سميناه بتاع الاطفال الديسيدوس. بعد كده عندنا ميكسد ده بتاع الخلاط اللي في النص ده. وقلنا اخر حاجه بتطلع عندي اللي هي البيرمننت اللي هي السكندري. يبقى عندي برايمري عندي سكندري وبينهم خلاط في النص اللي هو الميكس دنتيشن. تعال نفصل بينهم كده ونبدا نتكلم عنهم واحده واحده. انا عايز اعرف هي ايه، عايز اعرف في كل واحده هي امتى بدات وامتى بتخلص، امتى بدات وامتى بتخلص وامتى بتختفي بقى. حلو اهي. يبقى عايز اعرف
هي البيجين بتاعها كان امتى، وامتى خلاص حصل لها كومبليت، يعني خلصت كده مش هتطلع اسنان ديسيدوس تاني ولا هتطلع اسنان بيرمننت تاني. وبعد كده اخر واحده دي هنعرف الاند بتاعتها. يبقى هنا الاند، هنا البيجين، بيجين يعني البدايه، وهنا الكومبليت. كومبليت يعني امتى هتكتمل. والله وانا بدور اديني لقيت ان البرايمري يقول لك الطفل اول سنه عنده بتطلع عند 6 شهور 6 months. طيب يا ترى مين هي اللي بتطلع عند 6 months؟ يقول لك اللور اي، لور اي اللور سنترال انسايزور في الديسيدوس. اللور اي اللي هو اللور سنترال انسايزور في الديسيدوس. طيب بيكمل الباشا، بيكمل معاه لحد عندي بتاع سنتين ونص. السنتين ونص دول، سنتين ونص، هنا كنا 6 شهور، كمل لحد سنتين ونص. طلع عندي آخر سنة بتطلع عندي اللي هي المولر احنا اتفقنا هما A B C D E، يبقى اللي طلع عندي ال E. واللور دايما يعني خدوا المعلومة دي كمان، أنا عندي في أسنان لور وفي أسنان أبر. اللور بيطلع الأول والأبر بيطلع آخر حاجة، فبالتالي آخر حاجة هتطلع هتكون لور ولا أبر؟ لا هتكون أبر. أبر إيه ده اللي هو السكند السكند مولر في الديسيدوس. أبر ولا لور؟ لا أبر. ابر اي. حلو. والاول ده اول حاجه طلعت كنا مسمينها لور اي عشان اللور بيطلع دايما قبل الابر، طيب هتخلص امتى المرحله دي هتخلص وهبدا في المرحله الثانيه؟ قال لك يا باشا هتخلص عند 6 سنين. طيب ايه العلامه اللي هتظهر لي عند 6 سنين؟ قال لك ان ال6 يطلع. مين يا ترى مين اللي هيطلع ال6 اللور ولا ال6 الابر اللي هيطلع الاول؟ لا ال6 اللور. يبقى لور 6. يبقى اللور 6 بتاعي ده بيبدأ يطلع في الأول، ومجرد ما خلاص شفت اللور 6 كده الحمد لله أنا خلصت الديسيدوس أو خلصت برايمري دنتيشن. طيب اللحظة اللي هينتهي فيها المرحلة دي هي اللحظة اللي هتبدأ فيها المرحلة دي. طيب يا ترى الميكسد دنتيشن هتبدأ معايا امتى؟ قال لك هتبدأ معايا عند 6 سنين. طيب ال6 سنين بتاعتك دول مين اللي هيظهر فيهم عشان تقول خلاص بدأ عندي ميكسد؟ يعني ايه ميكسد؟ يعني هشوف في الاورال كافيتي، هشوف في البوجة عندي، هشوف فيهم اسنان ديسيدوس واسنان بيرمننت. اول سنة بيرمننت هتطلع عندي هي ال6. طيب ابر ولا لور؟ لا اكيد هتقول لي لور. يبقى اللور 6 بتطلع في الاول. طيب بعد كده بتستمر المرحله دي، بتستمر لحد لحظه معينه. اللحظه دي يا ترى يعني انت في بالك كده احنا عايزين نعمل دلوقتي، احنا عايزين نفهمها اصلا. احنا عندنا الديسيدوس بتكون فيها او البرايمري دنتيشن دي بتكون فيها ديسيدوس خالص، والسكندري دي بتكون فيها يعني بيرمننت خالص، والميكسد دي حبشتها كانت في النص، يعني فيها شويه من الديسيدوس وفيها شويه من البيرمننت. طيب يا ترى البداية بتاعت الميكسد كانت مع أول ظهور للديسيدوس للبيرمننت. يعني أنا أول ما بدأ يظهر عندي البيرمننت جنب الأسنان ديسيدوس سميتها إيه؟ سميتها ميكسد. طيب هيبدأ الديسيدوس كل شوية يوجع لحد ما نشوف إن الكافيتي بتاعه والأورال كافيتي أو الفم نفسه عموما ما بقاش فيه غير بيرمننت بس. يبقى اللحظة اللي هتسقط فيها آخر سنة هشوف ركز كمان، آخر سنة في الديسيدوس هي بداية السكندري، هي بداية المرحلة بتاعة البيرمنت، لأن أنا في البيرمنت مش هشوف ديسيدوس خالص. تمام. يبقى كده أنا آخر سنة عندي هشوفها إمتى، أو آخر لحظة في الميكس دنتيشن هشوفها إمتى؟ قال لك يا باشا مع سقوط الشيدنج أوف مين؟ أبر ولا لور؟ مين اللي بيوجع الأول؟ أكيد الأبر. مين هو؟ أبر إي. فاكرين الاي ده؟ الاي اللي هو السكند مولر في الديسيدوس ابر طبعا. او شوفوا كده الحته الخبز دي يجي يلعبك في الموضوع ده، يقول لك ممكن يحصل مع الايربشن اوف 5. الله، ازاي يا باشا؟ انت لو تفتكر احنا عملنا A B C D E صح؟ 1 2 3 4 5. ركز كده معايا اي ومعايا 5. اللحظة اكيد اللي هيسقط فيها الاي ال5 هو اللي هيظهر، فبالتالي
عند ظهور الفايف اللي هم بيكونوا عند 12 سنة ده كله. يبقى أنا عند 12 سنة بيوجع الإي بيوجع عندي، فمين بيعوض الإي؟ بيعوضوا الفايف. يبقى اللحظة اللي هيعوض فيها الفايف بتاعي وهيظهر عندي الفايف، يبقى كده يا باشا أنت ما شاء الله عليك أنت دخلت في السكندري دنتيشن اللي هي الأسنان كلها فيها بتكون أرقام بيرمنت، مفيش عندي حروف خالص دلوقتي. طيب يا ترى بتبدأ عندك امتى؟ قال لي بتبدأ عندي عند 12 سنة. امتى بتبدأ برضو؟ قال لك في اللحظة اللي بيطلع فيها الابر اللي هو الابر فايف، او في اللحظة اللي بيوجع فيها مين؟ الاي اللي بيحصل له فيه شيدنج زي ما اتفقنا خلاص. طيب بتبدأ تكمل 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 يا باشا لحد ما يطلع اخر سن اللي هو بيسموه ضرس العجل بتاعنا او ضرس الحكمة اللي احنا بنسميه هنا في الكلية عندنا wisdom tooth. wisdom tooth اول ما يبدأ يطلع كانت الحمد لله eruption of upper 8، لان الابر بيطلع في الاخر، الابر بيطلع في الاخر. طيب الكلام ده بيحصل عند امتى؟ قال لك عند 18 ل 25 سنة، عند 17 ل 25 سنة. يعني الموضوع ده variations between الناس، يعني الموضوع مش عادي. طيب نراجع على الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. انا عندي هقسم البيريودز، عندي اول حاجه قسمت الدنتيشن قلنا عندنا برايمري وسكندري بس كده، كل سنه وانت طيب. طيب البيريودز بتاعتي الفترات بتاعتي قال لك في فتره بشوف فيها برايمري بس، وفي فتره بشوف فيها سكندري بس، وفي خلاط في ميكس جوه، الميكس ده اللي بين البرايمري والسكندري. طب الميكس ده بشوف فيه ايه؟ قال لك الميكس ده بشوف فيه شويه ديسيدوس، يعني بنشوف فيه الديسيدوس عموما، وبيبدا كل ديسيدوس توجع تيجي مكانها بيرمنت. لو انا شفت في الاورال كافيتي بتاعي شفت فيه الاثنين، يعني شفت فيه ديسيدوس وبيرمنت كده انا في الميكس تمام. طيب نراجع كده الموضوع حصل ازاي. قال لك في البرايمري الاول عندي 6 شهور بدأ يطلع عندي اللور اي. طيب اللور اي بدأ يكمل 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 لحد ما وصلنا 2 سنين ونص. عند ال2 سنين ونص ايه اللي حصل؟ قال لك ظهرت عندي اخر سنه في الديسيدوس، اخر سنه في الديسيدوس دي اللي هي الابر اي، اللي هو اخر مولر بتاعي اللي هو الاي يا شباب، اللي هو السكند مولر في الديسيدوس ابر اي. قلنا عشان اللور بيطلع في الاول فاللور طلع قبل الابر، فالابر ده هي الاخيره تمام كده. احنا خلصنا في النص. بعد كده امتى بتخلص بقى الديسيدوس وبنبدا في البيرمننت في الميكسد؟ قال لك بنبدا في الميكسد لما تبدا تطلع اول سنه في البيرمننت. مين هي اول سنه بتطلع في البيرمننت؟ قال لك اللور 6. يبقى مع نهايه البرايمري بتبدا الميكسد، مع نهايه البرايمري بتبدا الميكسد، ومع نهايه الميكسد اكيد هتبدا السكندري. يعني هو موضوع ما فيش خط فاصل بين الاثنين، هو موضوع كله زمن. اللحظه اللي هتنتهي فيها دي هيبدا فيها دي على طول. فبالتالي اول ما تبدا تطلع عند اللور 6 الحمد لله خلاص، يبقى كده يا باشا انت الحمد لله دخلت خلاص على الميكسد. الميكسد دي بتبدا عند 6 سنين. اول ما يبدا يطلع عندي السكس بتبدا تكمل تكمل لحد ما نوصل 12 سنه. 12 سنه دي يعني امتى هتخلص الميكسد يا باشا؟ الميكسد ده انا بشوف فيه الاثنين، بشوف فيه الديسيدوس وبشوف فيه البيرمننت. طب امتى هتخلص؟ قال لك هتخلص لما يخلص الديسيدوس خالص. يعني احنا عندنا مين اللي بيخلص عندي؟ الديسيدوس هو اللي بيوجع. فلما يوجع ديسيدوس خالص كده انت الحمد لله دخلت في السكندري اللي هي فتره كلها بيرمننت. طيب امتى هيوجع اخر سنه؟ قال لك عنده 12 سنه الفتره اللي بيحصل فيها شيدنج للاي. طيب ما ممكن يلعب في السؤال ويقول لي الفتره اللي بيحصل فيها ايروبشن للفايف. طب ما يا باشا ما الفايف هو اللي بيجي مكان الاي اصلا، زي ما قلنا هنا ان الاي ده اللي بيوجع وبيجي مكانه الفايف، عشان الفايف بيجي مكان ده البيرمننت. طيب في اللحظه اللي حصل فيها ايروبشن للفايف او شيدنج للاي بيبدا يكمل البيرمننت دنتيشن بتاعه او السكندري دنتيشن بتاعي اللي هو بيبدا عنده 12 سنه يبدا يكمل لحد 25 سنه. يعني رينج كده بيقولوا له من 18 ل 25 سنه، دول اللي هي الفتره اللي بتطلع فيه ضرس الحكمه ضرس العجل يا باشا. بتعجل كده وبتبقى زي الفل تمام. في حته كده الميكسد دنتيشن دي بتكون يا باشا اجلي داكلينج ستيج. يلا ايه الاسم ده؟ بص كده بقى، فين الصوره؟ فين الصوره؟ الصوره فين؟ مفيش صوره. الصورة مش موجودة. الميكس دنتيشن بتتسمى فترة كده اسمها فترة القبيح، يعني فترة البطة اللي مش حلوة، اللي شكلها قبيح. ايه يعني ازاي؟ لو تلاحظ عندنا الأطفال اللي هم بيكونوا عن 7 8 سنين كده بيبدأ يوجع عندهم الأبر سنترال وشكلهم بيبان زي الفل. تلاقي ان السنه الجديده طالعه كبيره كده وعريضه. فبالتالي الاجلي داكلينج ستيج دي هي الفتره اللي بتكون عندها الاسنان شكلها مش حلو. طيب الشكل اللي مش حلو ده بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه ان السنه البيرمننت اللي طالعه دي بتكون حجمها اكبر
بدل اسنان الاطفال البريئه دي اللي بتعض تطلع الجلد طبعا بيبدا يطلع باسنان بيرمننت اكبر واعرض كده، شكلها بيبقى قبيح جدا. فبالتالي سموها الميكسد دنتيشن او الاجلي داكلينج ستيج. الاسنان اللي بتظهر عند الفتره القبيحه بتاعه الاطفال، يعني الاطفال كده لما يبدا خلاص يبدا يبدل، بتبدا الحته اللي مش حلوه دي. طيب تمام كده، اعتقد ان احنا كده قفلنا الملف ده تمام. تمام كده، تعالوا نبدا. خلاص واحد انت كده بيتعاجل وفهمت الفكره كلها وعرفت اللي هيحصل، يلا بينا نبدا في شغلنا. كرونولوجي اوف ذا تيث. مبدئيا قبل ما نبدا لازم تعرف الشكل ده احنا هنا بنتكلم عن ايه. يا باشا انت في الصوره اللي ظهر قدامك دي، انا هنا جبت فك واحد كده، اللور ده اكيد، ورحت ايه قطعته في النص كده، رحت بصيت على شكل الاسنان، لقيت ان السنه مدفونه في عظم وشغاله متثبته، وفي هنا لثه، وشايفين الحته الحمراء دي بنسموها لثه عندنا الجينجر. طيب الكلام ده كله ليه؟ عشان ادي لك الشكل اللي هيظهر هنا. شايفين ادي هي نفس الصوره، نفس الصوره، ادي العظم اهو، وادي الجنجفه بتاعتي، وادي هي السنه طالعه، سنه كده ظاهره فوق. طيب قبل الشكل ده، قبل الشكل ده ايه بيكون ظاهر؟ اللي قبل الشكل ده بتكون السنه مدفونه جوه. طيب مدفونه جوه، ما حصلش للروت كومبليت. يعني ايه روت كومبليت؟ قال لك السنه بتكون كامله بس الروت والله بيبقى ناقص شويه. يعني بص يا باشا، انا عندي بص كده، هنا بيحصل الروت كومبليت، يعني هنا السنه الحمد لله ظاهره وزي الفل، والروت بتاعها زي الفل ومتعشق في العظم وزي الفل. لكن السنه لما حصل لها ايربشن، شايفين اول مره تظهر ايه؟ ما كانش عندها روت، ما كانش لسه الروت ظهر كويس، ما كانش لسه الروت اكتمل. فبالتالي الايربشن بيحصل قبل ما يحصل روت كومبليت. بالراحه هتتراجع وهتتفهم دلوقتي. احنا عندنا حصل ايربشن خلاص للتوس. يعني ايه ايربشن؟ يعني السنه ظهرت زي كده اهو. طيب هل لما السنه بتظهر بنلاقي الروت حصل له كومبليت ولا لا؟ لا، مش الروت مش بيحصل له كومبليت غير بعد ما الايربشن يظهر. يبقى خلاص احنا انا كده السنه عندي ظهرت الحمد لله. بص بعد اللحظه دي على طول الروت بقى كامل عندي. يبقى الروت بقى كامل بعد ما حصل ايربشن، الروت بقى كامل بعد ما حصل. طيب وبعدين؟ قال لك يا باشا قبل اصلا ما السنه ما تطلع ما كانش في روت. يعني شايفين كده هي مدفون شكلها ازاي؟ ما كانش في روت اصلا، ما كانش في روت. امال ايه الشكل ده؟ قال لك ان الكراون بيتعمل قبل الروت، الكراون بيكتمل قبل الروت، فالكراون كومبليت. يعني اللحظه دي احنا هنسميها كراون كومبليت. طيب قبل الكراون ما يحصل له كومبليت كان عباره عن شويه لحمه، يعني حته كده، حته عاديه ما كانش فيها كالسيوم خالص. فقبل ما الكراون يحصل له كومبليت كان الموضوع ماشي بعمليه الكالسيوم. يبقى احنا بنبدا نصب كالسيوم 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 لحد ما يحصل الكراون كومبليت في الحته دي كده. طيب وبعد كده قال لك لا، احنا كده خلاص هنبدا نشوف اول لحظه ظهر فيها الانامل اورجن او بيسموه الدنتال اورجن. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك في الاول خالص الطفل لما يكون عندنا اسبوع، اسبوعين، شهر، وهكذا، انترا يوتراين لايف، يعني داخل رحم الام، بتظهر عندي الخلايا اللي هتعمل الاسنان. شايفين الخلايا دي خدتوها في الهيستولوجي. دي عباره عن خلايا تبع الاكتوديرم، تبع الابيثيليوم، على حسب ما انتوا خدتوها. ده الكونكتيف تيشو، ده الابيثيليوم. فالخلايا بتاعت الابيثيليوم دي هي اللي هتعمل ان شاء الله هتعمل ايه؟ السن. طيب بعد كده اللحظه دي هنسميها appearance، فترة ظهور الانامل اورجن. يبقى فترة ظهور الانامل اورجن دي هي اللحظة اللي هيبدأ فيها الخلايا تظهر. يبقى الخلايا بتاعت اللي هتعمل السن هتبدأ تظهر في الفترة دي. طيب الحمد لله بدأت اهي تدينا الشكل اللي المفروض، الحمد لله وصل الشكل بتاعنا. لكن اول ما اتعمل الشكل ما كانش فيه كالسيوم، الكالسيوم بتاعي ما كانش فيه. فتلاقي الحاجه اللي من غير كالسيوم دي بيقول لك اقعد تحت الشمس كتير عشان العظم بتاعك فيتامين دي والحاجات الحلوه دي. ليه؟ عشان الكالسيوم، عشان تبدا تشد، عشان العظم، عشان لو نفتكر احنا الاسنان كانت اكتر سنه اكتر حاجه كالسيفايد في الجسم. يعني الاسنان اللي بيكون اقوى بكتير من العظم، فبالتالي محتاجين كالسيوم يا شباب، محتاجين كالسيوم عشان خلاص نقول ان الكراون بتاعي، ان التاج بتاعي ده حصل له كومبليت خلاص، فتبدا تاخد كالسيوم، فيبدا
beginning of calcification. في المرحلة الثانية بنسميها beginning of calcification. beginning of calcification يبقى أول مرحلة هو فترة ظهور الانامل اورجان appearance أو start appearance of enamel organ. appearance of enamel organ. بعد الابيرنس بيظهر beginning أو بنبدأ نشوف calcification beginning of calcification. طيب بعد ما خلاص خلصنا الكالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن يعني بحط لها كالسيوم، خلصنا الكالسيفيكيشن ودينا شغالين لحد ما خلصنا الكراون خالص، تبدا المرحله الاخيره بتاعت اللي اسمها كراون كومبليت. يبقى بعد ما خلصنا الكالسيوم بعد ما عبينا الكراون بتاع الكالسيوم كده بقى الكراون كومبليت. وانس حصل الكراون كومبليت وتكون تلتين الروت، حته كده من الروت اتكونت اهي، شايفين اتكون تلتين الروت كده، تبدا السنه يحصل لها ايرابشن. يبقى بعد الكراون بيبدا يحصل ايرابشن، بعد الايرابشن بيحصل روت كومبليت. يبقى بعد الايرابشن بعد ما السنه ما تطلع ما كانش هنا كامل، شايفين ما كانش نازل اخير، هنا بصوا اللي حصل الحمد لله كمل كده وزاد وزي الفل. يبقى كده انا الستيجز بتاعتي في الفتره او في اللايف سايكل بتاعت الاسنان هتنقسم بتاعي عندي لخمس حاجات. تعالوا نشوفهم كده بسرعه. اول حاجه appearance of enamel organ، الفترة اللي الخلايا بتظهر فيها. بعد كده بتظهر عندي beginning of calcification، يعني في كالسيوم بيتحط على الكراون. اول ما نخلص الكالسيفيكيشن بيحصل كراون كومبليت. طيب بعد كراون كومبليت قلنا خلاص الكراون خلص، يبدأ يطلع بقى، يطلع مع شوية روت. الروت دول تلتين الروت، تلت الروت ونص، وهكذا نص الروت. طيب بعد ما خلاص حصل ايربشن يبدأ الروت يكمل نمو، يكمل نمو وزي الفل. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشوف الارقام الغبيه دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاسنان. الارقام الكتير دي اللي محتاجه حفظ، ان شاء الله هي محتاجه حفظ، بس يعني محتاجه منك سنه ذكاء، سنه سيكونس. يعني سيكونس في تتابع. لو تفتكر احنا هنا اتكلمنا عن موضوع تتابع. يعني ايه تتابع؟ يعني والله ولا حاجه، ان دي بتسلم دي بتسلم دي بتسلم لحد ما نشوف ان السنه حصل لها ايربشن. طيب تعالى ناخد شويه حاجات كده. بص يا باشا، انا اول حاجه بيحصل عندي، حلو، بيحصل عندي كراون كومبليت، صح؟ طيب بعد الكراون قلنا بيحصل حاجه اسمها ايربشن. طيب بعد الايربشن بيحصل حاجه اسمها روت كومبليت. وبالتالي انت فهمت اديك السيكونس، فهمت التتابع بتاع الموضوع. بالتالي من غير حفظ انا والله هعرف الايربشن ده ايه، يعني الايربشن ده رقمه ايه او امتى بيحصل، وهزود على ده 3 سنين، او بيقولوا من 3 ل 4 سنين، وهكذا. خلينا بس الرينج العادي بتاعنا 3 سنين. يبقى هزود على ده 3 سنين وهنقص من ده 3 سنين هيديني الكراون. يبقى انا عندي هعرف الايربشن، انا هشوف الايربشن امتى. طيب وبعدين قال لك هتزود على الايربشن 3 سنين هيديك الروت كومبليت. طيب وهتنقص من الايربشن 3 سنين هيديك الكراون كومبليت. تيجي نشوف الكلام ده. اول حاجه هنعرف ايه؟ هنعرف ايه الايربشن، هنعرف الايربشن. ولازم تخلي بالك ان في الايربشن عندي شويه حاجات لازم تفهم. ان اللور بيطلع قبل الابر، ان الاسنان اللور بتطلع قبل الابر، هي كده سبحان الله. اللور بيطلع قبل ايه؟ قبل الابر. حاجه تاني ان ان الكناين اللي هو 3 بتاعنا، عارفين الكناين بنقول عليه 3 ده بيشبه الفايف. يبقى الكناين والفايف دول يعتبر زي بعض لحد ما، ساعات بيطلعوا مع بعض، ساعات واحد بيسبق التاني بحاجه بسيطه، بس هما الاثنين في نفس الفتره. يبقى كده احنا حاطين شويه جنرال. الجنرال ان انا والله هعرف الايربشن وهزود عليه 3 هيديني الروت كومبليت. طيب وهنقص عليه 3 هيديني الكراون كومبليت. طيب وايه تاني؟ قال لي اسنان اللور بتطلع اصلا قبل الابر. يمكن اي اسنان اللور هتطلع عندي قبل الابر. طيب ايه تاني في حاجه تاني اللي عايزين نعرفها؟ ان الروت، لا تمام. الروت يا شباب. الروت الطويل بياخد فتره علشان يحصل له كومبليت وعشان يتعمل وهكذا. فمين اطول سنه عندي بيحصل لها عندها روت طويل؟ دي الفيريه دي. يبقى 3 عندها اطول روت عندي. يبقى اطول روت بشوفه فين؟ بشوفه في السري. فبالتالي هنلاقي ان السري دايما بتتاخر. فبعد كده بتروح للفايف. تخيل هتستنى الفايف لحد ما تطلع، وهي تطلع مع الفايف، مش هتطلع مع اصحابها العاديين. تمام. ركز كده في الموضوع، نستعين بالله، هات كوبايه قهوه وركز معايا. شيل بس الكلام ده. شيل يا عم، شيل 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 شيل.
احنا في الاول كنا عايزين نعرف حاجه اسمها الايربشن، نزود 3 يديني روت كومبليت وناقص 3 يديني كراون كومبليت. طيب ايه؟ ايوه يا عم فهمنا ايه، فين الايربشن انت نصوح تتكلم عنه ده يا باشا؟ الايربشن هنمشي بسيكونس حلو. سيكونس يعني تتابع. ايه التتابع هيمشي بيه؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فاهمين ان هنبدا باللور مش الابر، لان اللور دايما بيطلع قبل الابر. طيب بصوا كده، السنه اللي هي اللور دي في كل الكتب في العالم بتطلع 6 ل 7. عندكم وانتوا بتطلع من 7 ل 8. ولا هنخليها 7 ل 8 يعني، يبقى عندنا 7 ل 8. طيب بص على الثانيه اختها بتطلع امتى؟ 7 ل 8. يبقى الاثنين اللور اللي من تحت بيطلعوا 7 ل 8. هعمل ايه؟ هبدا اتحرك في اتجاه السهم ده كده، هتحرك هوصل للابر فوق، هتطلع من 7 ل 8 برضه. يا ايه الحلاوه دي! يعني انا عندي اول 3 بيطلعوا من 7 ل 8. شوف كده سبحان الله. يبقى انا عندي مين بيطلع من 7 ل 8؟ اللور 1 واللور 2 والابر 1. طيب الابر 2 بتطلع من امتى؟ ولا حاجه، هتزود عليها واحد بس. يبقى السبعه هتزود عليها واحد هتديك 8، والثمانيه هتديك واحد، هتديك من 8 ل 9. يبقى من 7 ل 8 لحد 8 ل 9. خلصانه؟ في اي صعوبه في الموضوع؟ مفيش اي صعوبه. احنا اتكلمنا في الاول عن ان اللور 1 بتطلع عندي 7 ل 8. 7 ل 8 اختها 7 8 تطلع فوق 7 8. مفيش غير التو بس بتبدا تزود من 8 ل 9 ولا حاجه. بعد كده يا باشا خلصنا عند 9 احنا صح، نبدا ننزل تحت عشان التحت هو اللي تحت هو اللي بيطلع الاول. بالتالي وقفت عند 8 ل 9 هنزود تبقى 9 ل 10. يبقى هنا ال 3 بتاعي بيطلع اللور 3 بيطلع من 9 ل 10. اللور 3 بيطلع من 9 ل 10. طيب بعد كده هنكمل فوق اهو، هنطلع هنروح للفور لان قلنا احنا ان الكناين ده اللي هو رقم 3 بتاعنا ده بيتاخر شويه، عنده روت طويل وحواراته كتيره كده فبيعك. طيب العك بتاعه هنكمل شايفين هنا من 9 ل 10. هنروح عند الفور هنلاقي ان الفور بتاعتي بتطلع من 10 ل 11. من 10 ل 11 هتلاقوها ساعات 10 11 10 12 مش حوار. 10 11 12 واحد، الموضوع مش يعني سنه فرق سنه، والكلام ده بيكون تغير كتب ولا حاجه. يبقى كده احنا وقفنا عند 9 10 عند الكناين ده، بعد كده طلعنا 10 11. طيب يبقى اكيد بعد دي هيكون كام؟ اكيد هيكون 11 12. يعني شوف احنا وقفنا عند 10 11 اللي بعدها هتكون 12 11 12 12 وهكذا. يبقى احنا كده الموضوع عايز يثبت عندكم. احنا وقفنا عند 9 10 بقى 10 11 هنا هيكمل 11 12. فاكرين لما قلنا ان ال5 بتكون شبه ال3؟ فهنركب لل3. خدي ال11 12 بتاعتك وما تكلمناش تاني. يا سلام. شوف احنا كده خلصنا قد ايه؟ خلصنا قلنا في الاول 7 ل 8، بعد كده 7 ل 8 7 ل 8 جينا عند الاثنين خلينا 8 9. خلصنا عند 9 هنبدا عند 3 اللور 3 بقى. اللور 3 هياخد من كام؟ من 9 ل 10. طيب 9 ل 10 هنطلع بعد كده عند الفور هيديني من 9 ل 10 هيديني 9 10 10 11 10 11. طب وبعد كده ال5 11 12. طيب احنا نسينا حاجه، نسينا مين؟ نسينا ال3 ده خد كام؟ من 11 12. ليه؟ علشان هو شبه ال5 في حاجات كتير. يبقى هو شبه ال5 في حاجات كتير، فبالتالي من 11 ل 12 خدوها الاثنين دول. طيب بعد كده ال6 يا باشا عندي لو تفتكروا احنا لسه متكلمين عن ال6. قلنا اول سنه بتطلع عندي في البيرمننت هي ال6. طيب بتطلع عندي كام؟ عند 6 سنين. شوف ال6 سنين بيطلع عندها 6 وحاجات حلوه خالص. يبقى عندي 6 سنين من 6 ل 7. طيب يا ترى ايه السيكونس بتاع الحاجات دي؟ قال لك يا باشا هتزود 6 سنين على كل فتره، هتزود 6 سنين. طب زود لي 6 كده هنا، 6 و6 12 و6 و7 13. ادي ايه 6 و6. طيب هتزود 6 سنين هنا، 6 و2 6 و12 18 و6 و13 هتديك هتفتح هنا بقى. يعني انت هتخليها حوالي بتاع 27 25 سنه على حسب ما انت تحب. دي هي الايربشن يا شباب، ده الايربشن. شوفوا الايربشن كده موضوع بسيط خالص ازاي. احنا في الاول اتكلمنا قلنا اللور 1 بيخلص عند 7 ل 8 فاخوه 7 ل 8 تطلع فوق 7 ل 8. هنشوف اللاترال ابر لاترال اللي هي 2 دي ابر من فوق دي اللي هي 2 عند 8 ل 9. طيب بعد كده هشوف ايه؟ قال لك لا هننزل للور، لان دايما اللور بيحصل له ايربشن فين؟ عند الاول يعني. فبالتالي خلصنا عند 8 9 يبقى هنبدا 9 10. طيب 9 10 هنروح للفور بيبدا عند 10 11 10 11 يبقى ال5 11 12. طيب قلنا لا ده احنا قلنا ال5 زي 3 فهندي له نفس الرقم، فال3 خد عندي 11 12 وال5 خد عندي 11 12. طيب ما تيجي نشوف ال6 عندي بيبدا من كام؟ 6 سنين 6 سنين واحد
يبقى من 6 ل 7 سنين. طيب عايزين نعرف السيكونس بتاع المولرز، هتزود 6 سنين. طيب 6 زود على 6 يبقى عنده 12 سنه بيبدا يطلع السكند مولر. طيب الثيرد مولر عنده 18 سنه، عنده 17 سنه، وهكذا. لو فرقت سنين مش حاجه، لو فرقت سنين الموضوع مش بيتسال عليه بالسنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام تمام. طيب احنا كده خلصنا الايربشن، ما تيجي نلعب لعب. انا عندي الايربشن، طيب ما تزود عليه 3 سنين هيديك الروت كومبليت، وتنقص عليه 3 سنين هيديك الكراون كومبليت. ايه الحلاوه دي. يلا نبدا بايه الاول؟ نبدا بايه؟ إيه تختاروا ايه معاه؟ نختار يا عم الروت كومبليت. احنا عايزين نشوف الروت كومبليت بيحصل امتى بيحصل للروت بتاعي امتى بيحصل له كومبليت. والله ولا حاجه، احنا هنشوف. شايفين احنا هنا قلنا هنا 6 7 او 7 ل 8 دي اللي عند يعني عند الناس كلها 6 7، هنا احنا عندنا 7 8. طيب ال 7 ل 8 دول بقى ايه الحوار بتاعهم؟ امتى بيحصل عندي روت كومبليت؟ روت كومبليت قلنا اخر مرحله خالص. احنا قلنا بيبدا بان ظهور الانامل اورجان. الانامل اورجان دي اللي هي شويه خلايا بتبدا تعمل لي الشكل. بعد خلاص بعد ما خلصنا شويه خلايا دي بدا ظهر لي الشكل، وانا بدات اعمل له كالسيوم، احط له كالسيوم عشان ينشف معايا. اول ما نشف خلاص الكراون بقى عندي كراون كومبليت. الكراون كومبليت بعده بيحصل ايربشن، والايربشن بعده بيحصل روت كومبليت. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه؟ احنا عرفنا الايربشن الحمد لله، وطلع زي الفل سهل الحمد لله. عايزين نعرف الروت كومبليت. طيب ما تيجي نبدا. هنزود 3 سنين على كل الارقام اللي جايه لنا دي. طيب هنعمل ايه؟ يلا من 7 ل 8 هنزود عليهم 3 سنين، 9 سنين او 10 سنين. لان تيجي هنا نزود هنا 7 و3 عند 10 سنين. لما تيجي نطلع فوق 7 8 عند كام دي؟ عند 10 سنين. لما تيجي نزود 8 و3 كام؟ عند 11 سنه. يبقى هنا الروت كومبليت. شوفوا احنا كده خلصنا بسرعه ازاي. يبقى اول واحد هو عشان 6 ل 7 سنين، فبيبدا يطلع الروت او الروت بيحصل له عند 9. بعد كده دي 7 8 في 10 سنين. هنزود 3 على 7 8 هتديني برضو 10 سنين. هنزود 3 على 8 دي فهتديني 11 سنه. كده احنا خلصنا الروت كومبليت بتوع الايه، بتوع الانسايزرز كلهم. طيب ما تيجي نشوف الباقي. يقول لك يا باشا مش انت عملت لي ايربشن من تحت عن 9 ل 10 سنين؟ طيب ما تزود 3. قال لك هنزود 3 هتديني 12. عند 12 ل 13 سنه او 12 ل 14 سنه بيحصل ايه دي. طب ما تيجي نزود على صحابنا ده اهي. شوف 11 سنه دي زود 3 كده هديك 13 لحد 15 سنه. يا سلام، ده الروت كومبليت. الروت كومبليت والله. شوفوا كده الموضوع سهل ازاي. طيب هنشوف الفور. ما تزود عليها يا ابني، زود عليها كام الفور؟ زود عليها 3 سنين، بالتالي هتديك من عند 13. احنا بنزود 3. عايزك تركز جامد في موضوع ان احنا يا شباب السنه عندنا مش بتفرق، لان الموضوع شايفين هم اصلا كاتبين لك من 12 ل 13 من الفارغ ده. احنا نعرف الرينج بتاعنا وهنقرب لاقرب حاجه احنا ممكن نشوفها. تمام كده احنا خلاص عرفنا ان احنا في الروت كومبليت بنزود 3 years. طيب 10 13 10 11 كده احنا هنخليها 12 13 10 13 سنة. عنده 13 سنة. طيب من 11 ل 12 زود برضو 3 عند 13 ل 15 سنة. 13 ل 15 دي من 12 ل 13. طيب 6 ل 7 سنين. 6 ل 7 سنين ده 6. طيب اعمل له ايه؟ زود 3. 6 ل 7 يبقى من 9 ل 10. طيب ايه تاني؟ يقول لك البتاع ده اللي هو 7 زود عليه 3 هيديك رينج بتاع 15 سنة، وهكذا. 15 سنة يديك 14 ساعات. ساعات تشوف 14، ساعات تشوف 16، وهكذا. موضوع كله رنجات. احنا بنتكلم عن رينج، احنا بس بنشوف الحاجة اللي احنا نحفظها. يبقى كده انا بزود 3 سنين بيديني البتاع ده. طيب اخر حاجة معايا اللي هي قلنا عليها من 18 او من 17 ازود عليها 3 سنين، فهتلاقي ان الموضوع بيخلص عندك بيبدأ من 19 بيس خالص. نزود 3 سنين على الروت كومبليت عشان يديني الروت كومبليت. طيب احنا اتكلمنا خلاص ده ابر ولور يا شباب. الابر زي اللور مش محتاجين نغير فيهم يعني. طيب احنا اتكلمنا عن الروت كومبليت. دلوقتي تعالوا نتكلم عن الكراون كومبليت. طيب يلا يا شباب كده خلاص الحمد لله رجعت لكم اهو وعملنا بس احنا العك كده. يلا نبدا على طول. احنا دلوقتي عايزين نعرف حاجه اسمها كراون كومبليت. قلنا هننقص 3 سنين. 3 سنين من السبعه يعني هتديني 4 ل 5. طيب انا هنا بكتب يعني بصوا كده كل مربع بيعبر عن التوس اللي فوق. يعني دي واحد، ده المربع بتاع 1، ده المربع بتاع 2 3 4 5 لحد ما هنلاقيهم 8 مربعات. طيب ايه الفكره برضو؟ احنا هنكمل بنفس السيكونس بتاعنا، والابر هنا هيكون زي اللور بالظبط. يبقى في الكراون كومبليت الابر زي اللور. الابر
زي اللور، اوعى تنسى. يبقى هنا هننقص 3 سنين من السبعة هتديني 4، ومن الثمانية 3 سنين هتديني 5. هنكمل هنا 4 5 هنسيبها شوية كده وهنكمل بعدها 4 5 5 6. فاكرين دي احنا هنا مين هنا؟ هنا دي الفايف دي 5 6، يبقى الفايف 6 7. طيب 6 7 قلنا الفايف بيشبه مين؟ بيشبه الثري، الفايف بيشبه 3، فهرجع اكتب هنا 6 7. طيب 6 7 خلاص كملنا 6 7. هنكمل بعد كده هنرجع للسيكونس بتاعنا، قلنا احنا عندنا من 6 ل 7 يعني هنقص 3 سنين، نقص 3 سنين يعني عند احتمال عند 2.5 3 سنين كده بيبدأ يحصل له كراون كومبليت. طيب وفوق بيحصل له عند 3 سنين، يبقى في الاغلب ثبت معانا يا باشا 3 سنين، يبقى ثبت معانا 3 سنين. ولو اللور لو لقيته اتفزلك في الامتحان اكيد اللور عندي بيطلع قبل الابر، فبالتالي هيكون من 2.5 ل 3. تمام اوعى تنسى الموضوع ده. طيب هنكمل نفس السيكونس بتاعي، قلنا خلصنا هنا عند 7، مش فاكرين احنا خلصنا عند 7؟ هيكون هنا 7 8. بعد كده اخر واحده دي بعيده عن كل التوقعات احنا ممكن نشوفها، فبنكتبها من 12 ل 16، يبقى من 12 سلايد. نرجع تاني نفس السيكونس ابر زي لور، فعشان كده كتبت في مكان واحد بس. احنا هنا اول حاجه بدأنا شفنا الاربشن بتاع ده كام 7 ل 8. طيب نقصنا منه 3 اداني 4 ل 5 وصاحبتها 4 ل 5. بعد كده الثلاثه قلنا بتتاخر شويه فسيبها يعني هنكمل بعدها ان شاء الله. وقفنا عند 5 فهنكمل 5 6 و6 6 7. طيب احنا 6 7 دي كتبناها عند الفايف، فالفايف بيحب يطلع زي الثري. لما نشوف الثري كده عند 6 7. طيب بعد كده كملنا على نفس السيكونس بتاعي بعد ال7، يعني كده احنا بصوا كده بعد ال6 دي سنه رقم 6، فبالتالي عملنا كده 6 7 8. وبعد كده ايه من 12 ل 16 ودي. طيب بعد كده ال6 دي اول سنه بتطلع في البيرمننت، عشان كده بدري خالص. شايفين بدري ازاي؟ عند 3 سنين بيبدا يحصل كراون كومبليت، وعند 6 ل 7 سنين بيحصل عمليه ايربشن، بعديها ب3 سنين بتحصل عمليه روت كومبليت اللي هي عند 9 ل 10 سنين. شفتوا الموضوع حلو ازاي كده؟ يبقى كده احنا يا باشا احنا قفلنا 3، احنا قفلنا 3 من اصل 5. مين قفلناه؟ قفلنا الايربشن وقفلنا الكراون كومبليت وقفلنا الروت كومبليت. طيب يا ترى احنا دلوقتي هنتعلم ايه؟ قال لك تعالى نتعلم الجزء اللي هو السهل اللي هو هيخلص معانا بسرعه. مين هو ده؟ بتاع الانامل اورجان ابييرنس. انامل اورجان ابييرنس ده بيكون يا باشا انتر اوتراين لايف. يعني ايه انتر اوتراين؟ بص يا باشا احنا معانا واحده كده عزيزه كانت حامل، بالتالي في الرحم بتاعها هنلاقي في بيبي. طيب البيبي ده مش بتعدي عليه ايام وبتعدي عليه اسابيع وبتعدي عليه شهور. طيب انترا، لما اقول لك انترا يعني داخل، اوتراين لايف يعني الرحم. انترا اوتراين بيتسمى اي يو دي، يعني انترا اوتراين داخل الرحم. طيب مش ممكن يكون داي، فبسميها داي انترا اوتراين لايف، او بسميها ويك انترا اوتراين لايف، او بسميها مانث انترا اوتراين لايف. هل يا ترى في ييرز؟ اوعى ايه هيعيش كم سنه داخل الرحم؟ فبالتالي احنا عندنا 9 مانثس يعني في 9 شهور داخل الرحم. عد براحتك يعني، بس الفكره تعرف يعني ايه ويك انترا اوتراين ويعني ايه مانث انترا اوتراين لايف. تمام خالص. طيب قلنا احنا الانامل اورجان ده الخلايا اللي هتبدا تظهر، فبالتالي هتديني اصغر عدد. طيب اصغر عدد يعني مانث انتروتراين. طيب مانث انتروتراين ده هو اللي هستخدمه في الانامل اورجان، اوعى تنسى المعلومه دي. طيب اول سنه، فاكرين احنا قلنا اول سنه بتبدا تديني ملامح كده انها هتطلع هي ال6. تعالوا نشيل بس الكلام ده عشان ايه نشوفه بصوره حلوه كده. طيب ادي هي ال6، شايفين ال6 هتتكتب هنا. طيب ال6 بيطلع عند كام؟ اللي بيطلع عند 4 مانث انترا اوتراين، مانث انترا اوتراين. طيب ونرجع كده نكمل السيكونس دي الحته اللي هتتحفظ. السيكونس قلنا احنا 4، يبقى اكيد هنا 5 5 5. الاثنين مانث انترا اوتراين، مانث انترا اوتراين، مانث انترا اوتراين، وهكذا مانث انترا اوتراين. طيب بعد كده 5 5. ايه بعد 5 يا باشا؟ 6. طيب وايه بعد 6؟ 7. وايه بعد ال7؟ 8. طيب كده شوف احنا بنعمل ايه. هنا احنا كتبنا الكلام اللي كلهم مانث انترا اوتراين لحد ما نكمل. خلاص خلصنا الباشا ده، نوقف هنا خلاص. انت كل الاسنان اللي فاتت دي بتتكون او الانامل اورجان بتاعها بيطلع في الفتره بتاعه الحمل. طيب لا الباقيين بيبدا لا بعد الحمل، فبالتالي دي بنسميها 1 يير، واحد يعني سنه هو سنه دلوقتي، او 4 ييرز 4 سنين. فبالتالي انا بحفظها 4 1 4، والاربعه دي بتكون مانث انتراتراين لايف، والباقي بعد كده ييرز 4 1 4 والباقي مانث. الابر زي اللور، يعني هكتب عند الابر هم اللور. اخر معانا دلوقتي هعملها لكم بعيد كده عشان تتفهم بشكل حلو. احنا معانا كده، احنا كده عشان بس الموضوع ما يكونش
متوسع او ممكن ما يكونش صعب معاكم. احنا خلصنا الايرابشن، ومن ايرابشن زودنا 3 سنين، عرفنا الروت كومبليت ونقصنا 3 سنين منه، عرفنا الكراون كومبليت. بعد كده عرفنا نعمل اورجن ابيرنس، دول قلنا اللي بدأ عند ده اللي بدأ معانا يا باشا بال6 عند 4. بعد كده رجعنا كملنا بالانسايزرز 5 6 7 8. بعد كده اخر سنتين كانوا باليرز فخليناهم 1 و4 ييرز، 1 و4 ييرز. طيب دلوقتي احنا هنشوف اخر حاجه معانا في الجدول اللي هي beginning of calcification، يعني اول لحظه بيحصل فيها ترسيب للكالسيوم. البيجيننج ان انا اخلي الكالسيوم بتاعي يبدا يعشق فين؟ في الكراون. طيب احنا هنا هنكتب ادي، بص كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، هذا هم. طيب اللي من فوق ده اكيد الابر، واللي من المربع من تحت ده بتاع اللور. انا هبدا دلوقتي اتعلم البيجيننج اوف كالسيفيكيشن. البيجيننج اوف كالسيفيكيشن عشان تتحفظ معاك ولا حاجه، انت معاك كام انسايزر يا باشا؟ 1 2 3 4، 4 انسايزر. والله بيقول لك 3 من 4 بيكون ليهم نفس العدد. شوف انا هكتب ايه؟ 3 من 4، 3 من 4، 3 من 4 بيكون ليهم نفس العدد. طيب الرابع ده لا سيبك منه دلوقتي، يبقى 3 من 4 بيكون ليهم نفس العدد. طيب وبعد الاربعه هنكمل نفس السيكونس بتاعي. ايه هو السيكونس بتاعي ده؟ قال لك هتبص، مش انت قلت 3 4 3 4، اكيد 4 5 4 5. طيب 4 5 فوق وتحت، 4 5 فوق وتحت. خلصنا 5 شهور، خلصنا 5 شهور بتوع ايه اللي هيحصل؟ الهني ده مانسس، يعني احنا كده اتكلمنا في الاول انامل اورجان مانس انترتراين. بعد كده البيجيننج كالسيفيكيشن بالشهور، مانس مانس مانس، ده كله مانس مانس عادي. يعني هو الواد دلوقتي 3 4 شهور هيبدا يحصل له الكلام ده. لكن بعد كده الباقي كله بالسين، يعني اي حاجه هتشوفها بعد كده بالسين. طيب كلامنا قلنا 3 4 3 ما عدا الاثنين. طيب الاثنين دي بتطلع امتى؟ اللي هي بتاعت الاثنين ابر لاترال دي بتطلع امتى؟ قال لك يا باشا بتطلع عند ايه؟ قال لك بتطلع عند 10 ل 12 شهر. يا حلاوه، 10 ل 12 شهر، 10 ل 12 شهر، يعني كام سنه؟ كام سنه؟ سنه، يعني سنه بالظبط. طيب عندي سنه بالظبط بتبدا تتكلم عن الابر لتر، يبقى الابر لتر عند سنه. طيب ايه اللي بيحصل يا باشا بعد السنه دي؟ قال لك يا باشا هنا بتبدا تنط عند الفور. طيب ايه اللي بيحصل؟ هنمشي دلوقتي بترتيب اسمه ترتيب النصاص او ترتيب الرباع، على حسب ما انت تشوف. انا بسميها ربع. هنا 1.5، ليه 1.75. طيب بعد كده ايه رايك احنا هنعمل ايه؟ ننزل تحت 1.5 على 75، هنبدا من 1.75 عند لحد ما نوصل لكام؟ ل2. طيب وبعد كده 1.75 ل2. طب من 2 لحد 2 وربع، احنا بنمشي ربع 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 ربع. ده كله هيرز، يعني سنه ونص، بعد كده سنه وثلاث ارباع، بعد كده سنه وثلاث ارباع لسنتين، بعد كده سنتين لسنتين وربع، بعد كده سنتين وربع. هنخلصها عندي سنتين ونص، سنتين وربع اهي لحد سنتين ونص. طيب بعد كده يتبقى لي مين؟ ال6. اشوف احنا وقفنا عند ال6 ده بدري شويه، فبيتعمل له اد بيرس، يعني هو لسه ما الشهور دي ما اثرتش عليه اصلا، ما خدش شهور، ده على طول اد بيرس. يعني قبل الكلام ده كله حصل له ايه؟ حصل له بيجيننج اوف كالسيفيكيشن. طيب هنكمل السيكونس. شايفين احنا وقفنا هنا عند 2 ونص، الاثنين دول ات بيرس، يعني الاثنين دول ات بيرس. ات بيرس يعني على الولاده، اول بعد كام يوم من الولاده حصل بيجيننج اوف كالسيفيكيشن لل6 عموما، يعني ال6 البيرمننت 6. طيب وقفنا هنا عند كام؟ عند 2 ونص، فبالتالي هكتب 2 ونص 3، 2 ونص 3 بقى هنا 2 ونص 3، 2 ونص 3. بعد كده هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لك يا باشا الاخر حاجه بتاعتك اللي هي بتتكلم عن السنه الغبيه دي. مالها السنه الغبيه دي؟ يقول لك فوق من 7 ل 9، 7 ل 9، ومن تحت اختها كده تكتبها 7 9 8 ل 10. يبقى 7 8 9 10، 7 8 9 10 دول يا باشا بتوع البيجيننج اوف كالسيفيكيشن. دي كانت محاولة لطيفة مني حاولت ان احنا نحفظ الكلام الغبي ده اللي احنا شايفينه على طول. الجدول هبعته لكم ان شاء الله، هبعته لكم فاضي الشكل ده يعني حاولوا ان كنتوا تسمعوا الفيديو، وبعد تسمعوا الفيديو تحاولوا تعبوا كل حته انا ببدا اعملها تعملوا زيها، وتعيدوا الفيديو اكتر مره لو عايزين. كده احنا خلصنا البيرمننت. هنروح دلوقتي ليه؟
للديسيدوس. بس بالراحه كده عايزين نراجع اول حاجه على البيرمنت. اول حاجه اتكلمنا عن الايربشن ومشينا بالسيكونس بتاع الايربشن على حسب الخط الاحمر ده، وقلنا والله ده بيبدا عن 7 8 7 8 7 8، لا هنختلف عند الجزء ده، اداني 8 9. طب بعد 8 9 9 10، بعد 9 10 ادينا 10 11 و11 12. طب 11 12 احنا وقفنا عند ال5. طيب بعد ال5 ايه هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان ال5 شبه ال3، فهناخد ال3 وال5 هما الاثنين 11 و12. بعد كده هنلاقي نفسنا وصلنا لل6، ال6 بيطلع عند 6، 6 بيطلع عند 6. طيب خلصنا ال6 الحمد لله، وهنزود 6 سنين، 6 و6 12، فال7 هيطلع عنده 12، 12 و6 عند 18، فال8 هتطلع عند 18 او عند 17. بعد كده زودنا عليهم 3 سنين خدنا فيهم الروت كومبليت، ونقصنا عليهم 3 سنين خدنا فيهم الكراون كومبليت. طيب بعد كده شفنا الموضوع بتاع الانامل اورجان ابييرنس، وبدانا عند 4 مانثs انترتراين لايف، 4 مانثs انترتراين لايف. بعد كده رجعنا كملنا السيكونس بتاعنا، عملنا 4، هناخد 2 5، بعد كده 6 7 8 لحد ما نوصل عند اصحابنا الاخرين اللي هم 1 year و4 years. طيب بعد كده رحنا شفنا اخر حاجه بتاع beginning falsification، قلنا البدايه بتاعته يا باشا مش عندك انت 4 اسنان 4 انسايزرز، والله فالثلاثه من 4 بيكون لهم نفس هنا نفس الرقم 3 4 3 4 3 4. طيب هنكمل ازاي؟ قال لك هتكمل هنا، مش كتبت هنا 3 4 هتكتب 4 5 فوق وتحت. طيب لا ده في رقم في حاجه فاضيه هنا اكتبها هنا، قال لك هتكتبها من 10 12 يعني سنه هبدا منها التوزيع على دي. سنه يا باشا تديني من سنه لسنه ونص، بعد كده هتبدا رباع، سنه ونص، سنه و75، سنه 3 4 هتبدا لحد ما توصل سنتين لسنتين وربع، سنتين وربع لحد ما توصل عند سنتين ونص، سنتين ونص هتلاقي نفسك وقفت عند ال6. يا رب ال6 ده اكمل فيه ازاي؟ قال لك لا ده ال6 ده عشان بدري شويه، فبالتالي لازم توقف عنده خط احمر. علشان كده انا في الجدول اللي انا عامله لك بالخط الاحمر ده. طيب وبعدين قال لك يا باشا خلاص انت عملته بالخط الاحمر ده، يبقى اكيد عندك ارقام مختلفه، عنده ان هو بيظهر بدري فهيظهر اد بيرس، مفيش سنين، لا ده هيظهر اد بيرس. بعد كده هنكمل نفس السيكونس، وقفنا عند 2 ونص، فهنكمل 2 ونص 3 2 ونص 3، بعد كده هنكتب 7 8 9 10 واللي في ال8. بس كده شفت كده يا باشا الموضوع حلو ازاي؟ لما تيجي نشوف الباشا الثاني اللي هو بتاع الديسيدوس ان شاء الله ابسط. طيب تعال شوف الديسيدوس. يلا الديسيدوس هيتعمل بسرعه. بص يا باشا، تعرف عدد شهداء الاهلي؟ والله اعرفهم. كام؟ 4 74. خلاص هكتب هنا 7 وهكتب هنا 4. طيب بعد كده هتكرر نفس الرقم 7 4. ايه الحلاوه دي يا عم، انت فينك من زمان. طيب هكمل يا باشا 7 4 7 4، بعد كده هتزود واحد هتخليها 8 5. طيب هتكتب نفس الرقم تاني 8 5. بعد 8 5 8 5 هنا هتكتب كام؟ والله يا باشا انا هكتب لك هنا، شوف الحلاوه دي 9 6. اللي عايزك تركز منه ان اول واحد بيكون ويك عشان الويك اجل. بعد الويك بتشوف مانس انتراتراين، بعد المانس خلاص الواد اتولد وخلص الشهور بتاعته في الرحم، هيبدا يديني شهور عاديه. بعد الشهور العاديه هيديني اخر 3 اللي هم بتوع ايه؟ ليرز. طيب عشان ما انساش، احنا عارفين خلاص يعني ايه انامل اورجان امبيونس، وعارفين بيجيننج اوف كالسيفيكيشن، وعارفين ايربشن، وعارفين روت كومبليت. طيب ايه الحاجات الجديده دي؟ قال لك البيجيننج اوف روت ريزوربشن. مش هنا الروت خلاص اتكون؟ والله اتكون. طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان لو الروت اتكون هيبدا بعد فتره يتاكل علشان يجي مكانه البيرمننت. مش احنا عارفين يعني؟ بصوا كده، انا في العادي بتاعي بيكون عندي سنه شكلها كده اهي، حلو بيكون تحتها السنه البيرمننت. السنه البيرمننت دي بتكون تحتها كده، خليها بيرمننت حلو خالص، تكون تحتها، بيكونش لسه الروت حصل له اكتمال، يعني ما كانش اكتمل. حلو، فبتبدا دي تاكل لحد ما الروت يبدا يتاكل. ريزوربشن يعني الروت يبدا يا باشا يتاكل. بيجيننج اوف ريزوربشن اكيد هيحصل بعد الروت ريزوربشن، يعني بعد الروت كومبليت. يبقى انا حصل روت كومبليت، بعد كده حصل بيجيننج اوف روت ريزوربشن. طيب بعد ما خلاص الروت ده اللي انا مثبت بيه اصلا السنه بتاعتي اتشال. طيب اتشال يا باشا، هيتفضل دي هيحصل لها ايه؟ شيدنج. يعني ايه شيدنج؟ يعني زي ورق الشجر كده، بيسموها اكزفوليشنز، او اللي هي بتوجع، اللي هي بتسقط. عشان كده انت لو تفتكر يا ابو ذاكره ضعيفه وانت صغير، لما كانت السنه بتوجع ما كانش بيوجع ليها روت. يا ازاي الكلام ده؟ عشان حصل الروت التاكل الاول، بعد ما التاكل حصل شيدنج ان السنه وجعت. طيب خد عندك كمان المعلومه حلوه. عارف تاريخ الايربشن بتاعنا هو تاريخ الشيدنج.
تاريخ الإيربشن بتوع السكسيسورز. النون سكسيسورز مالناش دعوة بيهم، احنا في السكسيسورز لو متابع من أول الفيديو. يبقى تاريخ ظهور أو تاريخ الشيدنج، تاريخ التساقط بتاع الديسيدوس هو تاريخ الإيربشن بتاع البيرمننت، عشان الموضوع يكون بالنسبة لك واضح جدا. احنا بنحب نفهم يا شباب. يلا نكمل. نكتب ايه؟ ادي A B C D E A B C D E. فاكرين الحركة اللي عملناها هناك؟ نفس الفكرة دي. بيبدأ يا باشا عند 6 ل7 شهور، هناك كانت باليرز، اوعى تنسى. بدأنا عند 6 ادتني دي 7 اداني ده 7 برضه، بعد كده ادتني دي 8. يا سلام، 6 7 6 7 7 8. طيب السي دي قلنا غبية شوية، فسيبها. زود على ال8 دي 4 شهور، زود عليها 4 شهور هتديني 12. هدتني دي 12، شايفين 12؟ طيب 12 اللي فوق هدتني 14. هنرجع دلوقتي بعد ال 14 هنزود مين؟ هنزود دول 14 تديني كام؟ 16، وال16 تديني 18. اما الاخيرة دي فبتيجي كتير جدا. اللور بتديني عند 20 شهر، اما الابر عند 24 شهر. احفظها صم دي بالذات. في الاي عندي الابر 24 واللور 20، الابر 24 واللور عندي 20. نرجع تاني نشوف السيكونس بتاعي. قلنا 6 7 6 7 7 8 6 7 7 8. بعد كده سيبنا السي خالص بتاعت سيبنا الديسيدوس كاناين، وبصينا لقينا يا باشا عندي الدي. ماله الدي؟ قال لك هتبص تلاقي ان الدي عندي بدأ بعد 4 شهور من الثمانية. بزود 4 على الثمانية 12 14، بعد كده 14 16 18. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك هنزود دي 24 20. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده هنا. قال لك بص كده، يعني انت حطوه هنا مني بس هتعرفها. احنا عندنا شايفين لو قلت لك ده اللور وده الابر، فبالتالي اللور ظهر عندي 6. حلو 6. بعد كده رحنا لاختها الثانيه كانت عندي 7 لو تفتكر. بعد كده ال7 اداني 7 فوق، بعد كده ال7 فوق ادتني 8 اهي. فين اهي 6 7 7 8 6 7 7 8. طيب بعد كده قلنا يا باشا احنا سيبنا السي خالص ورحنا لاختها، زودنا على ال8 4 شهور فادتني كام؟ قلنا على 8 4 شهور ادتني 12. بعد كده هتديني 14 12 14. بعد كده 14 هتديني 16. بعد كده 16 هتديني 18. شايفين كده احنا بنمشي ازاي؟ حلو خالص. اخر حاجه سميناها من 24 شهر 42 يا 24 شهر لحد 20 شهر. الموضوع حلو ولا لسه؟ اظن الموضوع بقى كويس يعني. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشوف الشيدنج. يلا بينا نبدا على طول يا شباب. الروت كومبليت انا عايز ابدا الروت كومبليت. هتعمل ايه؟ قال لك والله بص، لو انت احترت خالص، لو الموضوع صعب معاك، لو فاكر عندك الايربشن زود عليه من سنه لسنه ونص، يعني 12 شهر، يعني زود عليه 12 شهر او عندك 16 وهكذا. زود عليه من انت فرنج سنه لسنه ونص كده. طيب الحفظ بتاعه هيكون ايه؟ بص هتكتب 1 ونص 2 1 ونص. ايه ده؟ هكتب 1 ونص 2 1 ونص. يعني هنا كل الانسايزرز عندي في رينج ما بين 1 ونص ل2. طيب وبعد كده الكناين ده عاق فسيبك منه، يعني الكناين ده بتاعه 1 ونص، فهدي له هنا 2 ونص تاني، بعد كده 3. ال3 دي بيشبه دايما الكناين هنا فبيكون 3، يعني في الاغلب بتلاقي ان ده شبه الكناين. تمام يا شباب. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ قلنا والله 1 ونص 2 1 ونص، بعد كده 3 2 ونص 3 3 2 ونص 3 3 2 ونص 3. هو موضوع ايزي خالص يعني، ما اعتقدش انه ممكن يتسي بالسهوله دي بعد ده كله. طيب دلوقتي هنبدا في الشيدنج والبيجيننج اوف روت ريزولفشن. طيب هعملها ازاي دي؟ فاكر يا باشا ال 47 انت بدات ال 74 بدات فيها هناك، هتخليها هنا 47. ايه الحلاوه دي بس؟ طيب يا ترى هنعمل زي والله هتزود على دي 1 فهتبقى دي 8، تزود على دي 1 فهتبقى 5. بس توقف هنا وهتبدا في السيكونس بتاعك. 8 هتكتب من تحت 9 11 ومره 9 10. طيب بعد كده كتبت 10 فتكتب 10 اهي، 10 تكتب 10 اهي، وده كله باليرز. طيب يا باشا هنشوف هنا، بص كده 5 قلنا احنا ده دايما بيكون عاق، الحته دي بتكون دايما عاق، ده بتاع السي والسي سي ابر والسي لور. فهتبص يا باشا تلاقي ان الحته دي دايما بتبقى عاق، فهتكمل بعديها 5 تديني دي 6 7. ولما تيجي تكتب هتكتب بقى اكيد بعد ده كله، بعد 7 هتديك 8، بعد 7 هتديك كام؟ 8. كده احنا ان شاء الله نكون خلصنا الفكره بتاعت البتنجان ده، الكرونولوجي. الفيديو طويل بس حاولت على قد ما اقدر ان هو يكون سهل يعني.
الفكرة هنا دلوقتي هتكون متمحورة في حتة يعني، هل انت هتقدر ترسم الجدول ده في الامتحان ولا لا؟ ولو تقدر اصلا هتعملها ازاي؟ لو كان السؤال بتاع الكرونولوجي سهل، خلصه بدري يعني. لو كان السؤال هيحتاج منك شوية حبشتكنات زي اللي بنعملها دي، لا خلي السؤال ده لآخر اللجنة وخلص الباقي. يعني تحاول تعلم على السؤال ده، تديله علامة كده، أو تحفظ هو السؤال رقم كام وتكمل بعده، وبعد كده ترجع له تاني. ودايما تدوس على نيكست عشان الإجابة تتحفظ. اوعى تعمل اوعى تعملش كده. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.